خليني اسالك سؤال سريع، هل البريكيورمنت والبرشيزنج هم نفس الحاجه؟ لو قلت فانت مش لوحدك. ناس كتير بتستخدم الكلمتين دول وكانهم نفس المعنى، لكن في الحقيقه في فرق كبير ومهم جدا بينهم، وخصوصا لو انت ناوي تشتغل باير او ناوي تدخل مجال السبلاي تشين. في كل شركه ناجحه في سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي في بريكيورمنت بيبني النجاح من البدايه. انا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتنا سبلاي تشين بالعربي. النهارده ان شاء الله هنشرح الفرق ما بين البريكيورمنت والبرشيزنج بطريقه بسيطه وبمثال عملي من الشركات. خلينا نبدا باهم نقطه في الفيديو ده. البرشيزنج جزء من البريكيورمنت وليس العكس، بمعنى ان البرشيزنج هي الجزء الاصغر والبريكيورمنت هي الامبريلا الكبيره او المظله الكبيره اللي بيجي تحتيها البرشيزنج. خلينا نقول ان البرشيزنج هو الجزء الاكزيكتيف او الجزء التنفيذي في البريكيورمنت. انا عايزك تتخيل معايا كده دايرتين، دايره كبيره وهي البريكيورمنت ودايره صغيره جواها وهي البرشيزنج. طيب خلينا نبدا بالبرشيزنج. البرشيزنج غالبا بيركز على عمليه الشراء نفسها. يعني ايه عمليه الشراء نفسها؟ يعني اول لما الشركه بتحتاج منتج او خامه او مكون او حاجه في الاندايركت برشيزنج، وهنشرح في فيديو قريب ان شاء الله الفرق ما بين الدايركت والاندايركت في البرشيزنج. لو الشركه عندها احتياج لمنتج معين او خامه معينه، فالبرشيزنج نفسه بيبتدي ان هو يركز على ايه؟ هو هنا بيبتدي ان هو يركز ان هو ينفذ ايه؟ يبص على طلب الشراء اللي جاله. اهمه جدا ان هو يعمل امر التوريد. ليه؟ لان هو ده الجزء التنفيذي اللي احنا قلنا عليه. انا عايز اعمل طلب الشراء، او انا استلمت طلب الشراء، عايز اعمل امر التوريد، عايز ابعته للمورد، عايز استلم المنتج، عايز ادفع الفلوس او اعمل الثري واي ماتش. ودي ببساطه هي مهمه البرشيزنج. يعني السؤال اللي دايما في دماغ البرشيزنج انا هشتري ازاي؟ طيب بالنسبه للبريكيورمنت بقى، البريكيورمنت بيبص ازاي او ايه السؤال اللي بيبقى شاغل تفكيره؟ طبعا زي ما قلنا البريكيورمنت هي اوسع واكبر من البرشيزنج بكتير، فالبريكيورمنت بتبتدي من قبل البرشيزنج بكتير جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البريكيورمنت بيبدا بالبحث عن الموردين او السورسنج، مقارنه الاسعار او البرايس او الكوتيشن كومباريزون او البرايس كومباريزون، النيجوشيشن او التفاوض، الكونتراكتشوال اجريمنت او الكونتراكتس او العقود مع الموردين، واخيرا وليس اخرا هي اللونج تيرم سبلاير ريليشن شيب مانجمنت او طريقه اداره العلاقه مع المورد. بمعنى ان البريكيورمنت هو مش بس بينفذ عمليه الشراء، هو بيبني كل الحاجات اللي قبليها. فهنا بالنسبه للبريكيورمنت بدل ما كان السؤال عند البرشيزنج انا هشتري ازاي، البريكيورمنت سؤاله هو ايه افضل قرار شراء للشركه. خلينا ناخد مثال عملي على ده. لو شركه محتاجه تشتري 100 لابتوب للموظفين اللي عندها، البرشيزنج بناء على اللي احنا قلناه هيبقى تفكيره ازاي؟ انا عايز استلم طلب الشراء، انا عايز اعمل امر التوريد، انا عايز استلم المنتجات او اللابتوبات، واخيرا وليس اخرا انا عايز ادفع الفلوس. وبالنسبه له كده انتهى الموضوع. طيب البريكيورمنت بقى هيفكر ازاي؟ البريكيورمنت هيبص لها من حته هو مين افضل مورد في السوق ينفع اتعامل معاه. طيب هل المورد ده موجود في الابروفد سبلاير ليست، ولا انا محتاج اعمل سورسنج واشوف كل الموردين اللي موجودين في الماركت وافضل الموردين الموجودين في السوق وابتدي ان انا ارشح واحد منهم عشان اعمل السبلاير سيلكشن، وبعديها ابدا ان انا انفذ معاه او اضيفه في الابروفد سبلاير ليست او في الاي اس ال او في لسته الموردين المعتمدين للشركه. طيب كده احنا خلصنا نقطه المورد. تاني حاجه، هل الجوده بتاعه المورد ده مناسبه لينا؟ مش بس اعلى جوده، مش بس اوحش جوده، مش بس جوده متوسطه. هي الفكره انه بيبص بصوره اعمق شويه. هل الجوده اللي مطلوبه دي او هل الجوده اللي المورد ده بيقدمها هل فعلا هتبقى مفيده للشركه ولا مش مفيده للشركه؟ ثالث حاجه، هل في خصومات للكميات؟ هل في ريبيت؟ هل لما اطلب 100 لابتوب من المورد ده هل هيديني خصم عليهم؟ طب نسبه الخصم دي هتبقى قد ايه؟ طب نسبه الخصومات اللي موجوده في السوق وعند الموردين التانيين قد ايه؟ وهبتدي ان انا اعمل البرايس كومباريزون لكل الموردين. النقطه اللي بعد كده، هل المورد ده موثوق؟ هل المورد ده ليه سابقه اعمال؟ هل المورد ده فعلا اشتغل مع شركات كتير وورد لهم ولا لا؟ هل ليه سمعه في السوق؟ طب سمعته عامله ايه؟ واخيرا وليس اخرا التسليم، هل المورد مديني ميعاد تسليم مناسب، ولا ميعاد التسليم اللي هو مديهوني ده مش مناسب للشركه وهيكلفنا فلوس ازيد او هيكلفنا خساره او هيأخر لنا شغلنا؟ شفت الفرق ما بين الاثنين؟ شفت الفرق ما بين البريكيورمنت والبرشيزنج؟ احنا مش بنقول هنا ان البرشيزنج وحش والبريكيورمنت حلو، بس احنا هنا بنقول ان البرشيزنج هو جزء من البريكيورمنت والبريكيورمنت هي اكبر واعمق. والبريكيورمنت هي اللي بيبقى داخل جواها السورسنج، وهي اللي داخل جواها الاستراتيجيك ثينكينج، وازاي نبص على الصوره الكامله للاحتياج وازاي نقدر نغطيه. في حاجه كمان البريكيورمنت ممكن يبص عليها البرشيزنج عمره ما هيبص عليها، وهي ايه؟ وهي الموارد المتاحه في الشركه. يعني مثلا انا دلوقتي شركه عندي اكتر من فرع،
ليكن عندي 10 فروع وفي فرع من الفروع عمل طلب شراء ب 100 لابتوب. كبريكيورمنت انا مش اول حاجه هبص عليها ان انا اروح اشتري، لا انا هشوف ايه الموارد اصلا المتاحه جوه الشركه. هل في فرع من الفروع عنده فائض وممكن اخد منه لابتوب؟ هل في فرع من الفروع عنده ستوك اوريدي موجود من اللابتوب بقدر اسحب منه؟ وهي دي فكره البريكيورمنت. فخلينا نلخص الموضوع كده في اقل من 10 ثواني. البرشيزنج هو تنفيذ عمليه الشراء، اما البريكيورمنت فهو الاستراتيجيه الكامله للشراء. يعني ببساطه البرشيزنج جزء من البريكيورمنت. اكتب لي في التعليقات هل قبل الفيديو ده كنت فاكر ان البرشيزنج والبريكيورمنت دول حاجه واحده؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشترك في القناه عشان باقي سلسله سبلاي تشين من الصفر للاحتراف. شكرا لحضراتكم واشوفكم الفيديو اللي جاي.